نقطة مهمة كنتمنى ينتبهوا ليها في القضية ديال خديجة اللي ماتت مسكينة في مدينة بني ملال، وهاد النقطة هذه مهمة كنتمنى الفرقة الوطنية تنتبه ليها وتحقق مع دوك البنات الصديقات ديالها. هو يقدر أن يكون دار ليها واحد الحبة ديال ليكستا في الكاس ديال الشراب وشربتها بلا ما تعرف اللي كتقدر تأدي للوفاة. وهاد اللعبة هذه كيديروها بزاف ديال الدراري وبزاف ديال البنات وكيديروها الاصدقاء ديالهم وما عارفينش العواقب ديالها. وعندنا هنا بزاف في ايطاليا وشحال من واحد مات بها. والاشكاليه انه يكون تشريح ما غيعرفوش انه واش بصح تعطات ليها بدون العلم ديالها الا قروا صحاباتها وطبعا الا شي واحد شهد وقال الحقيقه. طبعا الام ديالها شارت بزاف النقط اللي هما بزاف الكدمات لقاتهم فيها، بزاف يقدر انها تكون ماتت مقتوله مضروبه، يقدر بزاف الحوايج، كاين بزاف الاصابع الاتهام طبعا مشاره للناس اللي كانوا معاها. طبعا هادو ماشي تهم كنوجهوهم، هادو فقط تساؤلات اللي من بين التساؤلات اللي كيجيونا في الدماغ ديالنا. كما شفتوا كما تابعين الاحداث ان راه كاين واحد المتابعه قضائيه للبرلماني اللي كان معاه وكذلك لدوك جوج بنات صحاباتها اللي كانوا معاها. خساره مسكينه ديك البنت كانت جميله جدا جدا، كان بامكانها يكون مستقبل جميل قدام عينيها. للاسف ما عارفينش دابا حاليا واش ماتت بصح مقتوله ولا ماتت بصح كما يدعون انها ماتت اوفر دوز المخدرات. انا كنقول دائما مادام كاين متابعه الا ان شاء الله غيجيب ربي الحق ديالها. طبعا المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو، ولكن السؤال المطروح هو راجل ستيني اش كدير معاه بنت عشرينية في الدار؟ كيف يعقل عباد الله بنت عشرينية وبنات اخرين حتى هما في العشرينات اش كيديروا مع واحد في عمره 60 عام برلماني سابق؟ وطبعا هاد السيد هذا اللي هو سياسي كبير محزب من المؤسسين ديال الحزب، بدون مراعاة لا الناس اللي تقت فيه لا الناس اللي معاه في الحزب ولا حتى الناس اللي كانوا كيصوتوا عليه، ولا مراعاة للزوجة ديالو ولا مراعاة للأولاد ديالو. كيف يعقل راجل عنده قيمة وسلطة ومال كيمشي كما كيقولوا يحط راسو في النخاله باش ينقبوا الدجاج؟ الاشكال هنا ماشي الوفاه ديال الاخت خديجه، الاخت خديجه الله يرحمها ومنها عادات، ولكن الاشكال ديال ما اكثر الفضايح خصوصا ديال هاد الناس اللي كيكونوا في البرلمان. وما كنعممش طبعا التعميم لغه الجهلاء، ولكن بزاف السنين الاخيره ولينا كنشوفوا بزاف البرلمانيين ولاو كيطيحوا واحد مور واحد وتيطيحوا بكوارث بحال ربي بدا كيخلصهم واحد بواحد. طبعا ما غنحكموش عليه هو راه مذنب، راه واش دار هاد الجريمه واش قام بشي فعل اجرامي معاها، لكن بحد ذاته السؤال هو واش كدير معاك عشرينيه في الدار وبالليل يعني والجلسه خمريه ومخدرات يعني هادشي فعلا يحز في النفس. انا بقات فيا غير مرتو وليداتو دابا كيفاش غيكون الوضع ديالهم يا رب، لا يعطينا شي فضيحه بحال هادي. اللهم لا شماته ما كنتشمتش فيهم لان الدنيا كدور واي واحد يقدر يوقع له هادشي، ولكن الواحد ملي تيكبر خص يوليو خطواته محسوبين، خص يتقي الله، خصو يفكر في الاخره ديالو. الانسان وصل 60 عام صافي الله يجعل البركه، بارك عليك من الزهو والنشاط، خص تكون خطوات ديالو محسوبه، يراعي للناس اللي راهم دايرين به وخصوصا الناس السياسه. ناس السياسه راه خصكم تراعيو السمعه ديال البلاد، وجه البلاد راه عليكم نتوما. واحد بشانو قيمته وكيمارس السياسه وكيمشي يدير شي افعال صبيانيه ديال البراش اللي عندهم عاد 16 عام وعندهم العقل على هاد الناس هادو. تغصبات مسكينه ديك الميمه في ديك البنيته الله يرحمها، ويا رب تعوض داك الميمه، وتعازينا الحاره لديك الام اللي تقهرات على بنتها ماشي سهله.